وسواء في الضلمة او في النور هنلعب مع بعض يا امور. تحياتي جمهوري العظيم، اخواتي وحبايب قلبي اللي بحبهم من كل قلبي. اخوكم اكرم الشيمي، برحب بكم من قناة النية خير. منورين القناة يا جدعان ومنورين الدنيا كلها. اسف جدا على التأخير، اعذروني اقسم بالله. مفروم في الدنيا المفرمة، وانتوا عارفين وشايفين، والدنيا علينا كلنا مش عليا لوحدي. فمعلش اخوكم وبعتذر لكم، وعارف ان انتوا يعني جادين مني شويه، بس اهو يعني ادعوا لي ربنا يكرم كده ونشد حيلنا مع بعض في القناه وربنا ييسر الحال. طبعا جاي لكم النهارده في فيديو جديد في نفس المسيره اللي احنا فيها وفي نفس الطريق اللي احنا ماشيين عليه، اللي هو ازاي نعمل حاجه من اليوتيوب، وازاي نقف كلنا مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان ننجح القناه ديت، وعشان نحقق من خلالها ارباح ان شاء الله، ونبدا نساعد بعض ونعمل كل اللي نفسنا فيه. فيا رب الفيديو يعجبكم، خليكم معايا وتابعوا الفيديو. وبشكركم جدا 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 على تحملكم ليا، على دعمكم ليا، على كلامكم الحلو اللي انتوا بتقولوه، على اي حاجه انتوا ما بتقولهاش على كل حاجه بتعملوها وما بتعملوهاش. يعني من قلبي بحبكم وخلاص. وربنا يقدرني ويجعلني فعلا سبب في فرحة قلوبكم و... وسعادتكم كلكم. ربنا يقدرني ويسعدكم كلكم والله. فانا يكفيني شرف ويكفيني فخر ان انا واقف بعمل لكم اي حاجه كده، وبقدم لكم محتوى وبتكلم معاكم كده، وبناخد وبندي مع بعض. فدي حاجه جميله وده شرف كبير ليا، وربنا يكرمنا يا رب، ونبقى احلى اسره في اليوتيوب كله، ونبقى احلى قناه على اليوتيوب كله، ونكمل مع بعض كده رحله حلوه كده، ونعيش مع بعض احلى اجواء في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا احلى جمهور في الدنيا. بحبكم، استمتعوا بالفيديو وتابعوا معايا كده ورب يعجبكم يعني ان شاء الله. احلى مسا عليكم. وده يا جماعه الفيديو اللي انا بقول لكم عليه، تعالوا كده نشوفه مع بعض ونحسه كده مع بعض يعني كده ونفكر فيه. عايز اتجوز يا رمضان. في ساعة بالله عليك. والله. خد رقمي، اكتب رقمي. اكتب الرقم يا رقم يا رمضان. خد اكتب رقمي ورا يا ابني الشباك النهارده. اكتب رقم اهو. خد اديني رقمك اهو. والله بحبك. انت وده يا جماعة كان الفيديو شاب زي العسل من اسكندرية، ايام الحفلة اللي محمد رمضان نزلها في اسكندرية وكلام من ده. شاب بيطلب منه شقة ومتعشم فيه خير يعني، وبقول له اقف معايا ونفسي في شقة وبتاع، وقف معايا يا رمضان انا بحبك يا رمضان. وده يعني على ما اظن ان كان في كتير كان بيطلب محمد رمضان حاجات زي كده، وربنا يكرمه يا رب ويقدره ان هو يعمل خير على قد ما يقدر. ويمكن دي تكون اشارة ليه ان هو برضه يقف مع الشباب ويساعدهم على قد ما يقدر، ويعني ثوابه كبير عند ربنا، ثوابه كبير عند ربنا ان شاء الله. فده الفيديو اللي انا بقول لكم عليه. يعني هي من ناحية طبعا محمد رمضان نجم وليه افلام وليه مسلسلات وربنا كرمه وربنا وسع عليه وكل حاجة. طبعا اللي انا عايز اقوله ان اللي عمل برضو محمد رمضان ووصله لكل دوت، ويعني كبره وخلاه كل ده، هو طبعا تمثيله وموهبته وشغله، ودي برضو حاجة يعني ما نقدرش ننكرها. وفي نفس الوقت برضو احنا كجمهور ان احنا بنتابع اي حد وبنشجع اي حد ودايما احنا بنكبر اي حد. وهو ذات نفسه طلع في فيديو قبل كده وقال يا جماعة انا الفيلا اللي انا قاعد فيها ديت منكم انتوا، بفضلكم انتوا، بعد يعني بسببكم انتوا، بعد فضل ربنا عليا وبعد تعبي ومجهودي. وقال ان هو عمل رحلة كبيرة فيها نجاح كبير ورحلة شريفة وكلها يعني مسيرة، ان هو فعلا حقق احلامه، مشي ورا هدفه وعمل واشتغل وتعب وشقي وكلام من ده كله. وطبعا مش ده الفيديو بس اللي انا شفته من ناحية ان حد بيطلب مساعدة من محمد رمضان. انا لسه متفاجئ دلوقتي برضو بفيديو تاني، حاجة برضو واحد تاني بيطلب منه مساعدة. هنا مكتوب الحقني يا محمد يا رمضان انا ماليش غيرك. الرجل يطلب من محمد رمضان المساعدة للزواج.
تقف جنبي. انا في عمارة في المنزلة الاهلية 38 مساكن شعبية بعيد عن المنزلة الكبيرة. في منزلة اسمها منزلة الجديدة قاعد فيها في عمارة 38. شيء ميت ما بقاش حاجة ولا معايا حاجة، والناس كلها واقفالي وضدي والعيلة الصغيرة ضدي واللي ما بعملش أي حاجة. عاوز اللي أنا أرجوك اللي أنت تقف معايا تجوزني وأجيب عفش وأجيب ذرية إن كنت ألحق 48 سنة سنتين يبقى أنا اتكهنت. اجيب لي حته عيل بالسنتين دول ولا اشوف ربنا يعمل معايا ايه. وانا مرجوك يا استاذ محمد يا رمضان الناس توصلك وليا وانا عاوز اوصل لك، عشان انت لو شفت حكايتي انت اللي هتحدد بنفسك، وانت عندك الخير كتير وانا راجل ميت وانت اللي هتحييني واستقلتني. والناس دي واقفه معايا وناس حلوين وناس مشوات زي حضرتك كده واخواتي وزعلانين عليا. انا عاوز اقابلك باي طريقه عشان تشوف حكايتي. عاوز اتجوز واجيب مصلحه ومحدش يقول عليها اي كلمه. ده اللي انا طالبه منك يا استاذ محمد يا رمضان. وانا اسمي احمد عبد الرحمن الحقيقي بشرطه حمايه السباكي. طبعا يا جماعة ناس كتيرة متعشمة وناس كتيرة نفسها فعلا حد يقف معاها ويساعدها، والراجل بيقوله انا ميت وانت تحييني. والله يا جدعان الموضوع ما هزار ولا كلام. اي نعم ان الجواز حتى ذات نفسه من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني الجواز فعلا محتاج فلوس ومحتاج مقدرة مالية. إيه انا نفسي الصراحة ان احنا نقف كلنا مع بعض ونساعد بعض ونعين بعض على الدنيا الصعبة اللي احنا فيها دي. طبعا ده كان فيديو بسيط كده برضو ببين لكم ايه اللي انا حابب ان انا اعمله معاكم. يعني طبعا ربنا يقدر كل الناس ان هم يعملوا خير، اذا كان محمد رمضان ولا اذا كان اي حد من المشاهير اللي ربنا كرمه وموسع عليه، وربنا يوسع عليهم كلهم يا رب ويزيدهم. طبعا زي ما احنا بنتعشم برضو في دول، فاحنا بايدينا وايدين بعض ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وربنا يكرمنا و... ونظبط حالنا مع بعض جميعا. ربنا يكرمنا يا جماعة بأرباح من القناة دي ونعمل منها كل اللي احنا عايزينه. ده كان فيديو بسيط كده من الفيديوهات اللي انا بقابلها على النت، وبرضو يوضح لكم قد ايه فعلا الناس محتاجة حد يقف معاها ويساعدها، وقد ايه انا بجد انا نفسي اعمل اي حاجة مع اي حد. نفسي اعمل خير والله على قد ما اقدر، ونفسي بجد ان انا اساعد فعلا الناس واساعد نفسي ونبقى عايشين مكفين نفسينا كلنا كده ومش ناقصنا اي حاجة. فيا جماعة يعني لازما لو احنا ما وقفناش جنب بعض كلنا مش هنعمل حاجة. تمام. فانا مش برضو يعني ايه، مش بقول لكم بالعافية ولا ان انا بجبركم ولا ان انا بتحايل عليكم عشان تقفوا معايا وتساعدوني. لا والله يا جماعة انا بعرض عليكم المقاسي اللي انا بشوفها والظروف والحاجات اللي هي ايه بتقابلنا سواء في الواقع او على السوشيال ميديا وكلام من ده كله، وانتوا اكيد كلكم عايشين وشايفين. يعني ايه بحمسكم كده وبحاول ان انا برضو ايه اشجعكم معايا ان انتوا كلكم كده يعني ايه تتحدوا معايا. يعني انا بقول لكم اهوت انا يعني قدام ربنا ما بيني وما بين ربنا انا والله ما هتاخر عن حد في حاجه ديت، انا شهاده وهتحاسب عليها قدام ربنا. وقلت لكم ان انا عامل جزء ليا وللقناه والمعدات وللناس اللي انا هشتغل معاهم وكلام من ده كله، او للناس يعني اللي هتشتغل معايا ان شاء الله وكلام من ده كله، وجزء ليكم للجمهور وجزء لله عز وجل هنطلعه للناس اللي هي اقل مننا اللي حالتهم يعلم بالله ربنا. فده كان فيديو بسيط ويبين لنا قد ايه احنا لو اتحدنا مع بعض وحطينا ايدينا كلنا في ايدين بعض هنعمل كل اللي احنا محتاجينه، ويعني وربنا يكرمنا ويغنينا بحلاله عن حرامه ويكفينا بفضله عن من سواه. تمام يا جماعة. فاتمنى تكونوا انبسطتوا بالفيديو وفهمتوه وحسيتوا بيا وباللي انا عايز اعمله معاكم وفي كل حاجة حلوة يعني ان شاء الله نعملها، وربنا يقدرنا جميعا على فعل الخير، واللي يقدر يعمل خير ما يتأخرش عن اي حد. وتاني بعتذر لكم excuse me، اعذروني على التأخير اللي انا بتأخره عليكم. انا والله العظيم غصب عني، يعني نفسي ان انا افضل معاكم ليل نهار لو اقدر.
فسامحوني وان شاء الله ربنا يكرم، وان شاء الله خير. اشوفكم على خير يا احلى جمهور في الدنيا. تحياتي لكم جميعا. السلام عليكم. سلام.